قبل ما نبدأ هنبص سوا على ترتيب الدوري. وصل لك تحت كابتن مروان، ادلدل لك السبت. عايزين ب3 جنيه جنيه فينه. الزمالك بيعزف السمسمية على وش المصري وبيكسب 3-0 بوجود المرعب الفاجر الجاحد الجامد كابتن خوان بزيرة الفينا. هسيبك انت لضميرك انك تخبط الاشتراك واللايك. انت يعني بص يا صاحبي، ده اول فيديو في القناه وبعد مكسب المصري والقناه وشها حلو، وكان الفيديو يعني الافتتاحي كان نازل امبارح، فاحنا كسبانين. صباح الفل عليك، روق عليا ويلا بينا. اظن ان وضح للجميع ان الزمالك مش جاي يهزر، الزمالك جاي ياخد الدوري، الزمالك جاي يبين الشغل اللي عمله جون ادوارد، الشغل اللي عمله الاداره، وان يانيك فيريرا من احسن المدربين اللي جم مصر. يانيك فيريرا بفريقه، باخوان الفينا، بادم كايد، بعبد الله السعيد، بصبحي، بكل لعيب في نادي الزمالك، سواء كان بقى بنتايك وحط كل الاسامي، بيقدر يدوس على وش المصري. احسن هجوم في الدوري اللي جايب 13 جون قبل ما انت تلعبه في الدوري ب3-0. يانيك فيريرا عمل ماتش على المصري فيه كل حاجه انت ممكن تتخيلها. ضغط عالي هتلاقي، تحولات هتلاقي، الفريق بيسترجع الكرة بسرعة هتلاقي، بيعمل هجمات خطيرة هتلاقي، بينافس أكتر من المصري على إنه يروح على الجون ويجيب فيه جون هتلاقي. يانيك فيريرا عمل كل حاجة احنا كنا ممكن نتمناها في الماتش ده بعد الشك اللي كان موجود في ماتش وادي دجلة، وبعد خسارة وادي دجلة، وبعد ما احنا كنا خسرنا المركز الأول. بنرجعه تاني النهاردة من المصري، ويانيك فيريرا بيثبت إنه هو مدرب قد المسؤولية. خوان بزيرة الفينا، ايه يالا الجمدان ده يا جدعان. الواد خوان الفينا ده كان بيعمل قله ادب موجوده في الماتش، والله العظيم 3 ده قله ادب غير طبيعيه في الماتش. ترقيص، كباري، بساط. والغريب بالنسبه لي في خوان الفينا ان كل ما تلاقي لعيب حريف هو بيبقى اناني. لا، هو مش اناني، يعني الواد حريف وكويس وممكن يروح يجيب جون، وبيختار يعرض، وبيختار يباصي، وبيختار يدي اللعيبه اللي جنبه، وبيختار ان هو يلعب للفريق. بصراحه اجمد صفقه جات الزمالك في اخر 15 سنه. لا تقول لي زيكو ولا امه ولا مزيكوش ولا اي حاجه بقى، خلاص احنا عندنا كابتن خوان الفينا. شفت الواد في الجون التاني بتاع عمر جابر اللي رقص فيه اللعيب ورجع الكوره، ولما كانت هتطير منه راح بسن الجزمه مدي واحده لعمر جابر، وعمر جابر هوب دخل ادى واحده. بصراحه كانت جامده جدا من عمر جابر، وشابوه لعمر جابر اللي هو عمله. بس خوان الفينا استاذ. في 2 كمان لازم اشيد بيهم قوي في الماتش. تاني واحد هو بالنسبه لي ادم كايت. الواد ده عليه لمسه يا جدعان، الواد ده عليه لمسه يا جدعان فظيعه. ادم كايد عمل ماتش بصراحه حلو. صحيح دفاعيا كان تعبان شويه، لكن ادم كايد في كور كتير كان هو اللي بيسترجعها، وهو اللي بيحمل تحولات الهجمه، وهو اللي بيبداها. وبالعكس كمان في عنده بساط. الواد في الجون الاول الغمزه اللي بوش الرجل اللي حطت ناصر ماهر قدام الجون، وهوب الكوره بالعرض راحت لعداد. لا 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 لا، الواد ادم كايد يا جدعان في الاسيستات وان هو بيلعب للفريق فظيع. الواد ده لو لعب في مركز 10 هيبقى بجد فظيع. الوينج يمكن مضيع المهام بتاعته والميزه بتاعته اللي احنا ممكن نستفيد منها كتير، بس ادم كايد عظمه. التاني بالنسبه لي محمد اسماعيل. انت ايه يالا الجمال ده، حته مدافع قليل الادب، حته مدافع لا متكامل، بيقطع، بيرجع كوره، بيستلم كويس، مش بيستلم بقى كويس، ده بيرقص وفي ال18 وبيطلع بالكوره لقدام وبيطلع زمايله وبيباص كويس، والكوره الطوليه عنده حلوه. لا 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 لا، صفقه في الجون. لا ابوس رجليكوا بقى، الونش يقعد دكه. وانا كنت بغني ان صلاح مصدق ينزل مكانه، فانا بغني دلوقتي اسماعيل، ورينا اسماعيل في الملعب، عايزين نتفرج على اسماعيل شويه. ده اكيد ما يمنعش بقى ان ناصر ماهر عمل ماتش جامد جدا جدا، وناصر ماهر بصراحه كان قرد في الماتش. وما يمنعش ان بنتايج كان من اعظم الباكات الشمال اللي مرت على نادي الزمالك. ودونجا، يعني تخيل بقى، دونجا عمل ماتش حلو، والله دونجا عمل ماتش حلو يا اخي. بس يعني دونجا الموسم ده مستواه الى حد ما كويس شويه. اكيد مش هنسى الواد عمرو ناصر المهاجم اللي نزل لنا من تحت لتحت كده وطلع وعمل
الواد ده يا جدعان مهاجم، كفايه عدي الدباغ، وهقول لك كمان شويه ليه كفايه عدي الدباغ، لان انا شايف الواد عمرو ناصر ده حته مهاجم فت. بص على عمرو ناصر في الكوره اللي خدنا منها البلانتي، الواد هجام بصراحه، يعني هجام يعني غلط مدافع المصري، ولو ما كانش مدافع المصري ضربه كان هيروح له الكوره ويجيبها، وقبلها كوره بدماغه كان هيدخلها جون، لولا ان هي يعني الحارس بتاع المصري مسكها. وعمرو ناصر عمل جنايات في الماتش بصراحه، يعني الراجل نزل الشويه اللي نزلهم، الراجل شايط شوطين على الجون، على عكس بقى عدي الدباغ اللي شايط شوطه واحده بس على الجون، والجون في الاخر ما اتحسبلوش واتحسب لمحمد مخلوف. اتمنى يتحسب لعدي الدباغ، بس عدي الدباغ ما كانش احسن حاجه موجوده في الماتش. تعالى بس اقول لك عدي الدباغ ليه ما كانش احسن حاجه في الماتش. انت 3 تسللات، يعني بسم الله الرحمن الرحيم فتح الماتش الراجل واخد 3 تسللات، بطء غير طبيعي وهو رايح على الجون، تصرف غريب بالكوره، حتى في كوره كانت تسلل الراجل رايح بيها على الجون في الاخر حطها في قلب، يعني في قلب الحارس، يعني في صدر الحارس حاططها له. عدي لمس 21 لمسه، 6 منهم اتاخدوا منه، يعني فقد استحواذ في 6 منهم، مباصي 15 باصه 14 صح، لكن 9 من ال 15 باصه راجعين لورا. فانا بصراحه بطالب بحاجه واحده بس، ان عدي الدباغ يقعد دكه شويه، وعمرو ناصر نتفرج عليه في الماتشات اللي جايه بعد اذنه. يانيك فيريرا عمل ماتش حلو، والزمالك كان بيلعب ماتش مفتوح، وكان قادر ان هو يحط على المصري في كل حته موجوده في الملعب، وده اللي خلاني استغرب بصراحه. وانا شايف مخلوف طالع في اخر الماتش عمال يقول لك بلا ابيض بلا احمر وحوار كده غريب، ومخلوف عمال يقول كلام عجيب بصراحه. بس على قد ما احنا ضيعنا كور، المصري برده كان خطير، يعني في اول 20 دقيقه لو كان صلاح محسن ودغموم والواد منذر طمين يعني مسكونه، ويعني وقدروا يجيبوا جون، كان زمانهم الماتش بنتكلم على ماتش تاني خالص. انت عندك في الدقيقه 49 ثانيه كان ممكن المصري يجيب فينا جون، الراجل يعني خدوا كوره راحت بيها عند الجون، الكوره اتعرضت، لولا انها يعني اتشالت من مدافع الزمالك كان زمان الكوره ممكن تخش جون، وتردد بكوره لاخوان الفينا، اخوان الفينا اللاعب المصري ضربوا فيها وخد انذار. كوره تانية في الدقيقه 18 مرتده على الزمالك، الكوره يعني كان 2 مدافعين على 2 مهاجمين، وكنا بنتكلم على ان حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل اللي هم اللي كانوا هيشيلوا الليله، لولا ان لعيب من الزمالك منهم هم الاثنين وقع، والكوره يعني مهاجم المصري اتصرف فيها تصرف زباله الزباله، وعرض الكوره جت في ايد صبحي كان ممكن تبقى جون، وده كن قبل ما كنا نجيب ال1-0. لكن بعد ال20 دقيقه لازم اشيد باللي عمله فريرا، الراجل مسك الماتش من اوله لاخره. وتعالى اقول لك شويه احصائيات صغيره في الماتش، يعني احنا مثلا الاستحواذ بتاعنا كان 58، بتاع المصري 42، بنتكلم ان اكس جي بتاعنا 1.4، المصري 57%. بنتكلم تاني ان احنا شايطين 13 شوطه على المصري عامل 7، ال 13 شوطه بتاعنا دول منهم 6 على الجون. وعايز اقول لك ان الكور اللي كانت بره الجون اخطر من الكور اللي كان بتشاط ما بين ال3 خشبات. كده خلصنا، ولو وصلت لحد هنا اتمنى ان انت تخبط الاشتراك وتخبط اللايك وتروق علينا، والقناه لسه جديده وبتتفتح وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، فاخبط الاشتراك واخبط اللايك، وانا معاك شافعي، وعاش الزمان، مبروك لينا المكسب بال3-0 وسلام عليكم.